فيديو النهارده سهل وبسيط جدا. هنعمل مع بعض القرص بالعجوه او ترس العجوه، حلوه جدا جنب سندوتشات المدرسه او للفطار او للعشاء. سهله جدا وبسيطه وطعمها في منتهى الجمال. شايفه القرص طريه ازاي؟ شايفه العجوه فيها عامله ازاي؟ جميله جدا ومتحمره كمان من غير بيض. شايفه؟ يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده هضيف كوبايه من اللبن يكون دافي، هضيف عليهم كيس خميره فوريه ومعلقتين كبار من السكر. هنعمل تخميره للعجينه دي، تخميره اولى بس هي بتفرق في ملمس العجينه. معلقتين كده كبار من السكر، وبعد كده هقلبهم الاول كده مع بعض. وبعد كده هضيف 3 معالق كبار من الدقيق. انا هستخدم نص كيلو من الدقيق واقلبهم مع بعض، وبعد كده اغطيهم واسيبهم حوالي 5 دقايق. بالطريقه دي بتخلي لك ملمس العجينه طري وجميل جدا. وادي بيكون شكلها بعد ما عدى عليها 5 دقايق. لو احنا في الشتاء بنسيبها حوالي 10 دقايق. وبعد كده هضيف ربع كوبايه من الزيت بتاع الاكل ومعلقه كبيره من الخل الابيض. الخل بيخلي العجينه هشه ولونها فاتح زي محسن المعجنات كده. ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه بس كبيره مش الكيس كله. وطبعا رشه الملح. وهقلب كل المكونات دي بقى كده مع بعض. وبعد كده هنزل بباقي كميه الدقيق اللي هو بقيه النص كيلو، وابدا الم العجينه. وانا بلم العجينه حسيت ان العجينه لسه ناشفه. ساعات نوعيه الدقيق بتختلف من التاني، هزود لها بتاع حوالي معلقتين كبار من اللبن. وابدا اعجن بقى العجينه كويس جدا. اهم حاجه نعجن العجينه كويس جدا. هنفضل نعجن في العجينه لغايه لما تبطل تلزيق. اهم حاجه ان انت تعجني العجينه كويس. وبعد كده هنغطي العجينه ونسيبها تخمر لمده ساعه. وبعد كده ببدا اقسم بقى العجينه. هنزل منها الخمران كده، وطبعا بقسمها على شكل كور. طبعا انت لو عملت الكوره صغيره هتطلع معاكي القرصه صغيره، لو انت عملتها كبيره هتطلع معاكي كبير، على حسب ما انت عايز.
وبالنسبة للعجوة اللي هي الحشوة، معايا هنا نص كيلو من العجوة. ضفت عليها معلقة كبيرة من السمنة البلدي وهرستها على البارد مش على النار. وبعد كده بدأت أشكلها صوابع طويلة زي ما انت شايفة كده. تمام كده. وبعد كده ببدأ أفرد بقى كور العجين. أنا سبتها تستريح بتاع حوالي 5 دقايق. وبعد كده ببدأ اخد العجوة والفها عليها. واقفلها كويس واضغط عليها ضغطة بسيطة وابدأ افردها كده بالراحة. وبعد كده بقفل الطرفين على بعض واخلي القفلة لتحت واقوم ضغطة عليها فرداها كده. وبالسكينة وببدأ اعمل فيها فتحات، بس اهم حاجة ما تدخليش السكينة لجوه قوي. وفي صينية ألمونيا وببدأ أرصها تكون ممسوحة مسحة بسيطة خالص من الزيت. بالمنظر ده. وبعد كده ببدأ اجهز الخليط اللي انا همسح بيه وش القرص. انا ما بعملهاش ببيض خالص. معايا هنا شوية من اللبن، هضيف عليه حوالي معلقة من نسكويك، ومعلقة من الزيت عشان تدي الفطاير او القرص لمعة حلوة. واقلبهم كده بقى مع بعض. كده ببدأ ادهن بقى وش القرص بعد ما سبت القرص تستريح بتاع حوالي 10 دقايق. وبعد كده معايا هنا سمسم ببدأ كده ارشه على الوش. وبعد كده ببدأ ادخلها على فرن سخن على الرف الوسطاني، بولع عليها الشوايه اللي من تحت. اول ما بتستوي من تحت ولسه ما احمرتش من فوق ببدأ اطفي من تحت واولع عليها الشوايه اللي فوق تحمر. تمام كده. وادي بيكون شكل القرص بعد ما طلعت من الفرن. طبعا اول ما بتطلع من الفرن بنغطيها عشان تفضل طريه، حتى لما تيجي تحفظيها بتسيبها متغطيه
او تحطها في كيس ابيض من بتاع التلاجة وتربطها كويس. تمام كده، بتبقى حلوة جدا وطعمها جميل قوي. طبعا لو عيالك بيزهقوا من السندوتشات بتاعه المدرسه، قرصه كفايه قوي ياخدها هو رايح المدرسه. وانا كنت عامله كيكه للانش بوكس او للمدارس، هبقى اسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. وجميله قوي جنب الشاي على اللبن طبعا. شايفه شكلها عامل ازاي، والعجوه طريه وفي منتهى الجمال. اشوفك بقى في فيديو جديد ان شاء الله، ان احيانا ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.